يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معكم وصفة من الوصفات الهندية اللي هو البتر تشيكن. وصفة مرة سهلة وسريعة وما تاخذ معكم وقت أبدا. قدمتها مع الخبز العادي، ولكن هو يتفضل تقدم مع خبز النان أو الرز. شوف طريقتها. أول خطوة عندي الدجاج، صدور الدجاج أو دجاجة كاملة، أحط عليها تشكيلة من البهارات وأحط عليها الثوم والزنجبيل وعلبة من الزبادي والزيت وأخلطهم واتركهم على جنب. في صاجة حارة حطيت شوية زيت وأبدأ أقمر عندي الدجاج، بس تقمر أشيلهم من الصاج. في نفس الصاجة وبنفس الزيت حطيت عندي البصل وبدأ يتقمر عندي وياخذ اللون. بعد كده أبدأ أنزل عليه الطماطم والفلفل الأخضر، العروق طبعا الحرارة اللي انتم تفضلوها، الزنجبيل والثوم وتشكيلة البهارات اللي عندي، أضيفها على المكونات كلها. وبعد كده أبدأ أحمسهم وأحط عليهم ملعقتين من معجون الطماطم وملعقتين من السكر واتركهم يطبخون تماما. وبعد ما يطبخون أبدأ أخلطهم عندي بالخلاط وارجعهم في قدر مرة ثانية، وأبدأ أحمسهم وأنزل عليهم قطع من الزبدة، وبعدها أنزل عليهم الدجاج مرة ثانية لغاية ما يبدأ يستوي عندي الدجاج. آخر شيء أضيف عندي كريمة الطبخ وأضيف عليها شوية كزبرة واتركهم على نار هادئة لغاية ما تستوي عندي الدجاج، وقدمها مع الرز الأبيض أو رز البرياني أو خبز النان أو خبز العادي مثل ما أنتم تفضلونه. وهني وعافية لنا ولكم يا رب.